لو بنكرم 100 واحد دول زي ما اتقال رموز. احنا لو هنكافئ الناس يعني كلهم على اللي بيعملوه واخلاصهم وتفانيهم في العمل، المفروض نكرم تقريبا الهيئه كلها، لكن احنا بنختار رموز، واللي بياخد السنه دي السنه الجايه بيسيب فرصه لغيره، والاعداد بتتزايد. السنه اللي فاتت كانت 40 واحد لا برضه نزودهم بقى، كانت 40 و100، السنه دي 100 برضه، السنه الجايه ان شاء الله يزدادوا اكتر من كده، وحتى لو زادوا وصلوا 1000 ده لازال رموز بتمثل يعني نوع من التقدير بتظهره قيادة الهيئة للناس المتميزة والمخلصين في عملهم، واللي طبعا العائد في الآخر وفي الأول جنب إن احنا بنخدم المواطنين المصريين بالكامل، وجنب إن احنا بنقدم دعم للاقتصاد المصري، فما فيش شك إن بيعود بالنفع وبيعود بمزايا مالية وعينية على جميع العاملين. أنا مش هكرر المزايا طبعا، الأستاذ حسن أسهم باستفاضة كبيرة للحاجات اللي حصلت أخيرا أو قصيرا، زي حكاية اللي نقف خلال 40 دقيقة. فطبعا يمكن في حتة ما اتقالتش، احنا برضه خدنا موافقة مجلس الإدارة يوم الأحد اللي فات على موافقة مبدئية على عمل وثيقة تأمين على جميع العاملين بالهيئة. الله لا يقدر في حالة الوفاة أثناء الخدمة فأهله بياخدوا مباشرة 10,000 جنيه زائد مزايا أخرى، وطبعا بدون تحميل تقريبا أي حاجة على الموظف. بنتكلم هيدفع في شهر يمكن 2 جنيه، وبنحاول نلاقي صرفة بحيث تتحملها الهيئة بالكامل يعني. فده برضه بيدي نوع من الأمان، نوع من الانتماء، يبقى الموظف حاسس ان الهيئه وراه والقيادات الهيئه وراه. الله لا يقدر، نتمنى للجميع الصحه وطول العمر، لكن ده الاعمار كلها بيد الله، فلو حصل حاجه يبقى مطمئن ان اهله من بعديه هيبقى ياخدوا مبلغ الى حد ما يساعدهم في استكمال باقي المشوار. انا بهنئ العاملين المثاليين لهذا العام ال100 اللي هيتم تكريمهم، وبتمنى ليهم التوفيق، وبتمنى للجميع انه يبقى على نفس المستوى، وان شاء الله السنه الجايه لو في نصيب يزداد اكتر من كده ونعملهم 150 واحد، بحيث او من كل منطقه 4 5، بحيث ان احنا ان شاء الله يبقى في نوع من التكريم اكثر انتشارا بين كل العاملين. بشكر حضراتكم جميعا، وبشكر الساده النواب والساده رؤساء القطاعات ومديرين العموم ومديرين الادارات والجميع على الاخلاص والتفاني في العمل، والفتره اللي انا قعدتها معاكم. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم النجاح جميعا ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا السيد الدكتور اشرف زكي رئيس مجلس الاداره. وننتقل الان مع حضرات